فضيحة قضية ولاد مول الخيار. مشعوذ مغربي اغتصب آلاف من الذكور والنساء بالجزائر. كل شيء على الإشارة. يا ودي وات يقول لك حنايا شواكر لافريك، حنايا هما القباح ديال لافريك وهما اولاد مول الخيار. ولاد مول الخيار والالاف قال لك الالاف ديال الرجال الذكور والنساء. ولاد مول الخيار هادو تا هما. دابا شوفوا اخواني، ما تبقاوش تقولوا لهم جزائريين، قولوا لهم ولاد مول الخيار. صحيفة جزائرية قالت على أنه مول الخيار اللي مؤخرا لقى شهرة واسعة في مواقع التواصل سواء الاجتماعية المغربية أو مواقع التواصل الاجتماعية الجزائرية على أنه مشعوذ مغربي. المشكل أكبر من ذلك هو أنه مارس الجنس مع 5000 أنثى من نساء الجزائر. المصيبة الأعظم والأكبر والأكثر من ذلك هو أنه أبغى شرعي هذا الخيار أو هذا المشعوذ المغربي لمغني راب معروف بالجزائر. السؤال المطروح هنا طبعا غتقول لي على أنه شكون هو هذا المغني الراب المعروف بالجزائر. غنقول لك لا، السؤال المطروح كيفاش هاد 5000 أنثى كلهم مشاو عند هذا المشعوذ باش يقوموا بأعمال السحر؟ يعني معنى على أنه نساء الجزائر متابعة. واخا غرفك ما غتعمل شي متابعه غنطلب منك انك تعمل متابعه. كانش يكون قبل من 63 هاد الراب ما كانش يبان، انا كل مائي مغرابين جيبيو بيو حتى شافو بيا شافو خرو بالا بان كنحس راسي. قال لك سيدي اوقفت قوات الشرطه بالامن الحضري الثالث بولايه العاصمه مشعوذا مشتبها فيه يبلغ من العمر 60 سنه، يحمل الجنسيه المغربيه، يعيش في البلاد بشكل غير قانوني، يشتهر بين نساء البلاد بلقب مول الخيار. تورط في قضيه النصب والاحتيال وممارسه السحر والطلاسم وبممارسة الجنس واللواط مع زبنائه الذكور والإناث في كل ربوع البلاد ومن خارجها. وتم على إثر العملية استرجاع أدوات ومعدات السحر وكتب السحر ومصحف شريف ممزق ومدنس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مع منشطات جنسية وصور لفتيات ونساء وذكور عرايا كما ولدتهم أمهاتهم في وضعيات مخلة بالآداب. وسجلت حيثيات هذه القضية إثر ورود معلومات ذات صلة تفيد بقيام أحد الأشخاص بممارسة طقوس السحر والشعوذة والدعارة والشذوذ الجنسي مع زبنائه من الجنسين. اغتصب قرابة 570 ذكر و4700 أنثى فقط في السنتين الأخيرتين. ربي بارك الله. تخيل معايا، احنا نقولوا دخل الجزائر هو عنده 20 عام. تخيل معايا ديك 40 عام اللي دوزها في الجزائر، يعني كل عامين ضربها في 5000. واو وليت ولاد مول الخيار. ما فهمناش سي كوا سو تكنيك. في السنتين الأخيرتين أي منذ عودته للاشتغال في العاصمة قادما من وهران، يعني هذا كيتسركل الجزائر كاملة، حيث مارس الشعوذة في أغلب الولايات لكنه الشهرة في 5 ولايات وهم وهران العاصمة وعنابة وعين الدفلة وسطيف، حيث كان يوهم ضحاياه بطرد الجن والشياطين من أجسامهم عبر ممارسة الجنس. وبعد تفتيش مسكنه بالتنسيق مع الجهات القضائية والتي أسفرت نتائجها عن توقيف الشخص مشتبه فيه البالغ من العمر 60 سنة، حيث عثر على عدة مستلزمات كانت تستعمل في أعمال السحر والشعوذة وأغراض أخرى لممارسة الجنس والفحشاء، منها صور يعني بورنوغرافية عارية للذكور والإناث والأطفال والقاصرات وسوائل السحر وأعشاب وعقاقير منشطة جنسيا، مع مبالغ مالية معتبرة، لينجز ملف قضائي ضده في عدة قضايا في انتظار تقديمه أمام النيابة المختصة بعد إتمام الإجراءات القانونية، حيث أن هناك آلاف النساء على مر 20 سنة حملوا من هذا المشعوذ، حيث وجدت الشرطة مدون عند هذا الشخص وخاصة في بداية ممارسته الشعوذة في البلاد سنة 1992 في سطوالي بولاية الجزائر العاصمة، حيث أن ما تم الكشف عنه خطير جدا. فمغني الراب المعروف في البلاد اسمه يوسف خير الدين هو أحد أبناء الغير الشرعيين لهذا المشعوذ، مما سيفجر قضية كبيرة في البلاد والتي تعرف بين العامة بولاد مول الخيار. يا نهار اسود، يا نهار اسود. مشكلة صراحة. يعني صراحة أنا يعني هذا الخبر هذا صراحة أنا صدمني بزاف. تخيل معايا على مر 20 سنة ولا 40 سنة، شوف هو دخل في 1992
دابا عنده 60 سنه اللي عنده. شوف يعني كل سنتين 5000 كيغتصبهم ما بين النساء والذكور. تخيل معايا شحال غادي نكونوا عنده ديال الولاد غير شرعيين. شحال لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. النيف هو النيف، النخوه ومنين غير النفخه والعود في الكلخه. رسول ولاد بورقعه غيقولوا ليك شكون اللي مورو. سولنا العود 80 قالوا لينا الكراغ لا بورو. باقي كنصنعوا التاريخ ديما كتخلع كلمه مرو. شوفوا الهيبه في الخرب.